هلا بنات، شحالكم؟ شخباركم؟ اليوم نزلت لكم فلوج تجهيزات رمضان واول يوم رمضان. ادري اني تاخرت عليكم، زمان ما نزلت، كان عندنا ظروف وحالة وفاة، الله يرحم موتانا يا رب وموتى المسلمين. وعقبها طحت انكسرت ريلي بس الحمد لله على كل حال. بس حاولت اصور قد ما اقدر. وبنات، في آخر الفلوج في كلام أبى أقوله لكم، فأتمنى أنكم تتمون للنهاية وتسمعون الكلام اللي بقوله لكم. بس والله خليكم مع الفلوج. وهني عند المدخل في النص حطينا هالفوانيس، وهني بعد وداخلهم بيكونوا ليتات شموع، ففي الليل شي بيضون. وهناك بعد تشوفون حطينا شموع، مو بشموع، نفس فوانيس. يحليلهن ربيعاتي أبولي هالورد ما شاء الله. البوكي وايد عود، بس مو طالع تصوير. هديتهن والله مناسبة ريلي المكسورة، بس ما شاء الله وايد حبيت. بعد من تجهيزات هالدلال وايد كيوت، هاي بعد حبيتها. شكلها مو مرتبة الحين، بس اني طلعتهم شي عصب اصور. من تجهيزات رمضان نخدت هالشنطة من القرية العالمية، القرية الاماراتية اتوقع. هي شنطة شي ويت، هي تكون احلى يوم تكون معبية اغراض. بس شي تكون مربعة من هني بعد. حلوة حق الدوام، لان انا شنطة الدوام شي تكون هالسايز عودة، وبس حق رمضان طبعا، فحسيت شي ثيم رمضاني. من هاي اكاونتها امي ثريا. انا الحين في غرفة الكبتات، وهني نحط مخاويرنا انا وخواتي، فطلعت مخاوير هالرمضان الجديدة هني حطيتهم. اول يوم نفطر عند بيت يدي، ففصلت لي هالمخورة وعليها شيلة بعد، شيلتها تجنن، شي فراشات من الاطراف كيوت، حبيت الوانها يعني كانت شي سبرينج ربيع. مريكم الشيلة، هاي الشيلة شي اطرافها نفس الشي. وايد حبيت الشيلة، بس يعني مطبقتنها فمو بطالعة، بس هي يعني طرف كامل شي كله فراشات. كيوت. امايا مسويها شي حق اخواني، هالجلابية جلابية البيت، شي كل واحد باسمه حتى الكبار. ها سيف، وها محمد اخوي العود. حرام ما ادري مال راشد وين، اتوقع في حجرته، بس شي كيوت كل واحد باسمه والهلال. سوينا ركبنا الليتات وهالصوب بعد، والحين حطينا هالبورد بس طلع، فبنصلح بس شوي جزء شي طلع الجلو. حطيناها نفس السنة اللي طافت، والحين بنحط كيرم في النص شي بيكون، بس الكيرم في الستوري هسه ندور عليه. هالشي الجديد اللي جبناه، الإضافة الجديدة حق هالسنة، كيوت. غيرنا كم من شي، حطينا السفرة هني، شلينا اللوح اللي كان هني وحطينا هيل شي نصبون رمضان، اتذكر خذناه في مهرجان التراث البحري. كله عمل يدوي ما شاء الله. وهني القاعدة هني المفروض يكون كيرم، بس مش محصلينه في اي مكان، فما تشوف نحط اي شي، وبس كل شي نفس العام، ما في شي يتغير. اوكي الحين تسحرت برقد، باكر اول يوم رمضان. حطيت المخورة هني. او ماي جاد، الالوان بس تصيح. تشوفون الفراشات اللي على طرف الشيلة هني واضح اكثر. اذن الحين، ما اعرف كيف باكر بصير بيت يدي شي دري عند المدخل وسالفة، يعني لما نوصل باب الصالة. كيوت ربيعات شطر الشولي، هالشوكلت مع هالورد. الشوكلت ريحته تجنن، اموت على الفراولة اللي تشي مغطى بالشوكلت.
هذا بيكون السويت مالنا عقب الفطور. اوكي الحين صوب المكياج. طبعا مكياج رمضان خاصة نحن صايمين وشي بيكون وايد بيسك يعني. اوكي اغلب مكياجي حجرتي، بس الأيشادو بحط لي شي لون خفيف بس على جفن، ومسكرة الحواجب وقلم الحواجب هنا في الحجرة، والمسكرة بعد. بس الكونسيلر بحطه على أماكن يعني أحتاجها أكيد بدون فاونديشن، وبلاش خفيف. وهالليب لاينر من شارلوت تلبري اسمه بلوتوك، لونه حلو شي نود، وروج شي شابهة في حجرتي. وبس الحين العصر قريب المغرب نصير بيت يدي. توني بخرت الكندورة، بحط شي عطر خفيف وبس. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام، نشتاق من عام لعام. أرواحنا مثل الحمام، نشتاق من عام لعام. قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل. رمضان قد طاب الوصال، قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل. رمضان قد طاب الوصال. أرواحنا مثل الحمام، نشتاق من عام لعام. وبس والله هاي كان أول يوم رمضان دوم كل سنة نصير عند يدي ونفطر مع بعض نحن وأهل أبوي عماتي وعمي وشي. أبى أقول لكم بنات، قبل فترة سمعت محاضرة وصدق أثرت فيني، وقلت أبى أقولها لكم. أحس إن نحن صدق وايد لاهيين عن أمور الدنيا وتاركين الآخرة. أنا بتكلم حتى عن نفسي أنا بعد. يعني رمضان شهر القرآن، شهر الخير، الحسنات تتضاعف، تتسكر أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، الشياطين تتقيد، أيام معدودات. صدق بنات يعني صدق خلنا نكون مستعدين لآخرتنا. يعني نحن دوم ندعي اللهم بلغنا رمضان، وربي بلغنا رمضان. فنحن شو بنسوي في رمضان؟ يعني الحين أغلبنا ملتهين بالمخاوير والغبقات، والله بنزين وشيهم. وحلو إنه يعني قاعدين نواكب الموضة، وقاعدين نرتب ونزين ونفرح اليهال بهدايا رمضان وشي، واللمات الحلوة. الوصل لازم طبعا، صلة الرحم، بس ما نخليه طول الليل، يعني خاصة الثلث الأخير من الليل. يعني الآية فليتنافس المتنافسون. خلنا كلنا نوعد نفسنا والصدق نشتغل على نفسنا، ونحاول قد ما نقدر نسوي أعمال خير، قراءة القرآن، الصدقة، بر الوالدين، الصلوات النافلة بعد. يعني الحسنات تتضاعف. فخلنا صدق نستغل هالشهر. أنا ما بتكلم وايد عن الموضوع، بس اللي توفى كان وايد صغير من أهلنا، الله يرحمه يا رب يغفر له. وشفت فيديو شيخ كان يتكلم إن تخيلوا لو فرضا إن أنتو آخر يوم لكم يوم العيد، أكيد ليل ونهار بتعبدين ربك، بتعدين على الأشياء المحرمة، وبتكرسين يومك كله لربك. فخلنا كلنا نكون إن شاء الله عقب عمر طويل يعني، بس إنه لا أنا ولا أنتو تعرفون متى آخر يوم لنا في هالدنيا. فليش ما صدق نقرب لربنا ونبدأ بهالشهر الفضيل. الله يتقبل منا يا رب صالح الأعمال، ويغفر لنا سيئاتنا، يتوب علينا